علاش في نظركم مباراة اسكتلندا مهمة بزاف بالنسبة لينا، وتقريبا هي المباراة المفتاحية عندنا في دور المجموعات؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقاء قناة البروفيسور الفوت. فيديو جديد اللي نتمناه أنه يكون مشوق وتستمتعوا فيه إن شاء الله. بعد التعادل الأخير أمام المنتخب البرازيلي، ولات مباراة اسكتلندا هي مفتاح التأهل والصدارة. ما بقى حتى شي مجال للخطأ في هاد المباراة هادي، لأن أي تعثر جديد غادي يعقد الحسابات بشكل كبير. اسكتلندا منتخب منظم الصراحة بزاف، قوي في الكرة الثابتة وكيعرف يستغل أقل الهفوة. يعني خاص المنتخب المغربي يدخل من الدقيقة الأولى حتى للدقيقة الأخيرة بواحد التركيز كبير، وما يعطيهم حتى شي فرصة. الفوز في هاد المباراة هادي ما غاديش يعطينا 3 النقاط فقط، ولكن غادي يعطينا واحد الأفضلية نفسية وثقة كبيرة قبل المباريات المقبلة، ويمكن يقربنا بزاف من إنهاء المجموعة في المركز الأول، خاصة إلا تفوقنا بواحد الحصة كبيرة اللي غادي تعاوننا أننا نكونوا في الصدارة. حيت في المباراة الأخرى من المجموعة كاين مباراة هايتي ضد البرازيل. المنتخب البرازيلي غادي يحاول يفوز بواحد الحصة كبيرة ويحاول ينقض على الصدارة. داكشي علاش خاصنا نكونوا واجدين لهاد المباراة هادي، ونحاولوا نماركيو على الأقل واحد جوج الأهداف ولا 3، وتبقى لنا مباراة هايتي هي مفتاح المركز الأول. ودابا غادي نشوفوا أهم مفاتيح القوة والأسلحة ديال المنتخب الاسكتلندي، وأهم نقاط الضعف اللي كيعانيو منها وخاصنا نستغلوها. بالنسبة للمنتخب الاسكتلندي في الأغلبية ديال الوقت كيكون لاعب بهاد الطريقة هادي وبهاد الشكل ديال 4-4-2. كيكون في أغلب الأحيان كيدافع في داك المنطقة ديالو وكيدير داك البلوك با. كيكونوا المدافعين وحداهم الصف الثاني ديال وسط الميدان، وكيكونوا دائما راجعين بهذه الطريقه، وكيحاولوا يلعبوا على ديك الهجمات المرتده وعلى داك لي كونتر الصراحه اللي كيأديو فيهم بواحد الشكل اللي مزيان. ومن اهم نقاط القوه ديالو هو هذا الجناح هذا بيندوك. الصراحه جناح اللي سريع، اللي يشكل خطر كبير على المنتخب في هايتي الماتش اللي داز، اللي كيلعب دائما كيمشي في الرواق وكيلعب تمريرات عرضيه اللي كيتلقاوها المهاجمين ديالو. دونك بين دوك كيكون أغلبية الوقت هذا الرواق هذا، وغيكون تما الحاج مزراوي في المراقبة ديال هاد اللاعب. ما نخافش على الحاج، وفي نظري هاد الجهة هادي غتكون آمنة بإذن الله مادام نصير تما. في الجهة الأخرى كاين من أخطر اللعبة ديالهم ومن أخطر الأسلحة اللي هو جو مانكان. هاد اللاعب هذا لاعب خطير بزاف وذكي بزاف. هذا ما كيلعبش في الرواق، دائما كنلقاوه كيدخل لهاد المناطق هادو، ودائما كيدير الزياده العدديه مع المهاجمين ديالهم. وراك شفتوا في الهدف اللي كان جا من المنتخب الاسكتلندي كانت جات ديك الكره العرضيه اللي مورا ما شاطت لقات اللاعب ماركان اللي كان هو اللي كان داير ديك الزياده العدديه في المنطقه وكملها وماركا الهدف. دونك هاد اللاعب هذا عندهم خطير بزاف، دائما كيدخل الانصاف المساحات، دائما كتلقاه كيدير الزياده العدديه وكيلعب وكيلعب في الهالف سبيس بزاف. دونك هاد جوج اللعابه من اخطر الاسلحه عند المنتخب الاسكتلندي. زيد عليهم اللاعب ماكتوميني اللي تا هو كيدير لهم ديك صناعه اللعب وكيدخل للعمق باش كيعاون المهاجمين ديالو. اما بالنسبه للويس فيرغسون فهو كيتكلف بالادوار الدفاعيه وكيكون دائما كيعاون المدافعين. المنتخب الاسكتلندي ما كيديرش استحواذ، ما كيشدش الكره، اغلبيه الوقت كيكون راجع للور وداير داك البلوك با، وكيتسنى دائما الخصوم ديالو باش يمشي في لي كونتر غابيد ويحاول يستغل داك الفرص ديالو القليله اللي كيجيو في لي كونتر غابيد. دونك هذه كانت من اهم نقاط القوه ديال المنتخب الاسكتلندي، ودابا غنشوفوا شنو هما نقاط الضعف ديالهم اللي تقدر تضربهم فيها. بالنسبه للمنتخب الاسكتلندي فاش كيمشيو في داك الهجمات المرتده ديالهم كيخليو الصراحه في الدار ديالهم واحد المساحات الصراحه مهوله، واحد المساحات اللي كبيره بزاف. الا كان عندك مهاجمين اللي صراع ومهاجمين اللي كيلعبوا داك لي ترانزيسيون رابيد مزيانين، فانت تقدر تاكلهم وتقدر تلعب على ديك الاخطاء ديالهم، خاصه الا اعتمدنا على إبراهيم دياز ولا أشرف حكيمي في داك لي ترانزيسيون رابيد اللي غنديرو. غادي نستغلوا داك التقولية وداك الضعف اللي عند المدافعين ديالهم، وغادي نسجلوا إن شاء الله في هاد المباراة هادي. أما فاش كيكونوا راجعين للوراء فاحنا غادي نضطروا أننا نلعبوا داك التمريرات القصيرة كما كنقولوا داك لاطاك بلاصي، وغنحاولوا ندخلوا ونلعبوا ليهم بين الخطوط. داكشي علاش غنعتمدوا على المهاجمين ديالنا وعلى المهارات التقنية ديالهم باش يلعبوا لهم ديك التمريرات وسط الخطوط ويفكوا الشفرة ديال الدفاع ديالهم. زيد عليها أن الدفاع ديالهم فاش كيبغيو يخرجوا كرة راه لا درتي عليهم داك الكونتر بريسينغ ولا درتي داك الضغط العكسي
ولا كانوا عندك مهاجمين اللي كيديروا الضغط العكسي مزيان، راك غادي تاكلهم. حيتاش المدافعين ديالهم الصراحة ما كيخرجوش كرة مزيان، ما كيعرفوش يخرجوا كرة بداك السلاسة، وما كيعرفوش يبنيو اللعب. دونك إلا كان عندك مهاجمين اللي كيديروا الcounter pressing مزيان، غادي تستغل بزاف ديال الأخطاء اللي كيديروها دفاع المنتخب الاسكتلندي. كانت هذه هي أهم نقاط القوة والضعف عند المنتخب الاسكتلندي. دونك خاصنا نحاولوا هذه المباراة كما قلت لكم في الأول نربحوها، ونربحوا بواحد الفارق ديال الأهداف اللي يخلينا نكونوا في الصدارة وحنا مرتاحين، باش نجيريو عاوتاني الماتش ديال هايتي وحنا مرتاحين، باش إن شاء الله نتفاداو داك المنتخبات الكبيرة إلا مشينا في صدارة المجموعة. دونك هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو. نتمنى يكون عجبكم، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد.